بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله في مطبخ ام ريحان غادي نديرو التراك ولكن بالعجينه السحريه، يعني يجي رائع ويجي يدوب في الفم. لهذا الكيفيه نحتاج الى سهله، يعني ما فيهاش مقادير كثيره. فيها كيلة تاع سمن، كيلة تاع حليب، وكيلة تاع زيت، وعندي هنا 3 معالق تاع ماء الزهر. نديرو الكمية والفرينة بطبيعة الحال. نديرو السمن هنا تاعنا، نزيدو الحليب. مفيش اسهل من هذه الطريقة. ونديرو الزيت تاعنا، نبداو نضيفو في الفرينة الفرينة كما تعرفوا دائما، يعني ما نجموش نحدوها على حساب الكيل وعلى حساب الفرينة، كل واحد هي يعني العجينة تصبح لنا بهذا الشكل، بهذا القوام. واش نديرو الان؟ نجيبو الميزان تاعنا، نوزنوها حوالي 30 غرام، 30. والحشو نديرو حوالي 12 غرام، بين 10 أو 12 غرام. 29. بعد ما وزنت كاع الكرات تاعي بهذا الشكل، الان العقده راني حضرتها انايا بربح الوقت. عقده عاديه التكيلات تاع مكسرات اللي كانت عندك، سواء فول سوداني، سواء جوز، سواء لوز. مع كيلة، انا درت هي كيلة تاع سكر، مي انا درت كيلة قل صباع اندوا تاع سكر، ولميتها بالمسار. تبغي تضيفي لها مغرف تاع سمن او زبده، تبغي ما ديريلهاش السكر. انا با البوزوان باسكو انا غادي نطليوها، غادي تطليها ولا غادي تسكريها كيما حنا نقولوا. هذه هي عقده عاديه وتصبح بهذا الشكل. نجمي تلميها فاسيلمون. كما قلت لكم، يعني العقده نوزنوها من 10 حتى 12 غرام باش يجونا كاع الحبات، يعني هذه الطريقه باش يجونا كاع الحبات على نفس الشكل، وحبه على حبه واحده. الان نجيبو الحبه تاعنا نضربوها بهذا الشكل، على الشكل طولي كيما هاك. ابخي نجيبو الحلال تاعنا ونبداو نحلو فيها. نحلوها شويه دقيقه. نجيبو حبات تاع العقده تاعنا، شنديرو لها؟ نجيبو على كفيتينا ونضربوها بهذا الشكل، ونزيدو هذه الجهه باش نخلوها شويه عريضه في الوسط، وهنا في الاطراف نرقوها. نجيبو الحبه هاك نلوها مليح باش نخرجوا لها كاع هذاك الهواء. نجبدو هاك ومن بعد نديرو براولي. نجو هنا في الاطراف
هي الحبة تاعنا. جينا على حبة واحدة أنا نستمر وإن شاء الله نعاودو حبة، نجيبو الحبات تاعنا بهذا الشكل. يبقى نحلوها كيما هاك. نجيبو حبات تاع العقدة تاعنا نضربوها بهذه هنا، وهذه على شكل حبة تاع تشراك كيما هاك. نديروها هنا ونبداو نلوو فيها بهذه الطريقة، تضربين الفوق ومن بعد تجبدي الوراء باش يخرج لك كاع هذاك الهواء هاك وهاك. انا نستمر اخواتي نكمل كاع الكميه اللي عندي ونرجعوا فيما بعد. ولا بعد ما كملت السني تاعي الاول ندخلوا يطيب في الفرن على درجه حراره 170 حتى 180 درجه. وكما دائما نقولوا كل سيده ادرى بالفرن تاعها، كاين اللي بالغاز، كاين اللي بالتريسينتي، بالكهرباء، يعني كل فرن ودرجه الحراره تاعو. ندخلوهم ان شاء الله نتلاقاو فيما بعد باش نشوفوهم في شكلهم النهائي وكيفاش يعني نديروا لهم التسكار. الان بعد ما طابلنا التشارك تاعنا اصبح بهذا الشكل، ندخلوه هنا. عندي نصف كاس تاع ما زهر مع مغرفه تاع سكر غلاس، نشوفو كيما هاك مليح، وندخلوه في السكر غلاس تاعنا هاك. كنتو مستمرين بهذا الشكل، خلوه يعني حوالي 5 دقائق او 10 دقائق في السكر غلاس، يبقى نقلعوه. الان بعد ما خليته حوالي يعني 15 دقيقة 10 دقائق تخليه، نجيبو كيما هاك نديروا له بهذا الشكل. امامكم يجي رائع، يعني راهي تفتتي روحو. انا نكمل كاع اخواتي الكميه اللي راهي عندي ان شاء الله، ونتلاقاو باش نشوفوه بشكله النهائي. ورجعنا اخواتي بعد ما كملت كاع الكميه اللي راهي عندي. ها هي امامكم، جاء ما شاء الله، جاء روعه. راهو امامكم. يعني سكرته المره الاولى، ابخي زدت له مره ثانيه وخرجته. الا باغ شفتيه يعني ما كانش المنظر تاعه جميل في الاخير، يعني عند التقديم نجمي ديري اللمسه، ديري جيبي ان باس صغيره تباسي عليه كيما هاك. فوق ماني دايره غير هذا تاع لابواط
في الاخير ديري لك كيما هاك وسي بون، يعني يكون جاهز. ان شاء الله لا عجبتكم هذه الوصفه يعني بارطاجيوها بين اصحابكم واصدقائكم وديروا جيم لا فيديو. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه جديده من مطبخ ام رحاب، والسلام عليكم.